اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. بتأمرهم بالصيام، بتأمرهم بالهداية. قالوا يا جماعة لقوا مصحف مكتوب بخط جميل جدا، وبعدين في النهاية الكتب المصحف ده في النهاية اعتذر، قال اعتذر لأنه الخط ما جميل خالص. الخط جميل ليه؟ لأني كنت أكتب المصحف وأنا أهادي طفلي لينام. دي شنو؟ دي ملك ماسكه ولد بهنا النوم وبهنا شغاله شنو؟ تكتب مصحف. النوم وبهنا تكتب مصحف. ها؟ يعني شوف دي ده بيكون كيف؟ إذا كان هو ماسكينه بهنا وبهنا في شنو؟ قرآن من راسه ده تكتبه، وكتابة القرآن دي درجة بعيدة في الحفظ. الناس بيعرفوا، الناس الكبار بيعرفوا إنه أنت تحفظ قرآن وتدخل الحفظ، لكن ما بتكتب مصحف إلا بعد شنو؟ بعد زمن، لأن المصحف ده كتابته بلاها، رسمه ما زي أي كلام، بتلقى كلمات في المصحف كتابته ما زي الكلام في الكتب. ده اسمه شنو يا جماعة؟ اسمه الرسم القرآني، الرسم العثماني، رسم المصحف علم بيقولوا قراية. المرأة الصالحة انت عشان تجيب ذرية طيبة تتخير شنو يا جماعة؟ المرأة الصالحة. أبو المرأة أبو البنت عشان تجي ذرية صالحة يتخير الرجل الصالح. الله قال في الكتاب العزيز أو في الحديث النبوي الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. يتخيل هو عنده دين أخلاق الأب والأم ذات دين، النتيجة بتكون شنو؟ ما شاء الله تبارك الله، ناس ممتازين يصلوا يصوموا يبروا أبهاتهم ويصلوا أرحامهم. لكن لو الأب على غير إيمان، مشرك ملحد عاصي سباب دين، يا ولد جيب المويه ويبتي لك دين طوال، ولد يطلع شنو؟ انت متخيل يطلع شنو؟ ولذلك الآن في بعض الأبناء ضحايا بتاع الأبهات. يا ولد انت عملك كده شو؟ يقول لك والله انا زمان ابوي كان بس سمعت ابوي بيقول. والولد يا جماعه الولد بيقلد ابوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده. واسمع اعظم من كده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. الفطرة دي شنو؟ التوحيد. فأبواه أبوهم يهودانه يبقوا يهود، أو ينصرانه يبقوا نصراني، أو يمجسانه يبقوا مجوسي. واحد من العلماء عنده ملاحظة في الحديث ده، قال الرسول ذكر اليهودية وذكر النصرانية وذكر المجوسية، لكن ما ذكر الإسلام. ليه؟ الفطرة دي شنو؟